مرة واحد غبي ابنه بيقول له أنا عايز موبايل، قال له موافق بس بشرط تركب إخواتك معاك. سأل واحد بخيل أوي تعمل إيه لو الدنيا برد؟ قال لهم هروح عند الدفاية. قالوا له طب لو الجو برد أوي 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 هتعمل إيه؟ قال لهم هقرب أكتر من الدفاية. قالوا له طيب لو الجو برد أوي 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 هتعمل إيه؟ قال لهم هلزق في الدفاية. قالوا له طيب لو الجو نزل تلج والدنيا بقت تلج موت هتعمل إيه؟ قال لهم هشغل الدفاية بقى وأمر لله. واحد محشش قبض مرتبه، فلما روح البيت قعد يقسم المرتب 100 إيجار 100 مصروف بيت 200 جنيه حشيش. فبيبص لقى الباب بيخبط فبيقول مين؟ قال له بوليس. راح مقطع ال 200 جنيه بتاعت الحشيش. جماعة فلاحين وجماعة صعايدة قاعدين بيحششوا فالبوليس كبس، الفلاحين جري والصعايدة استخبوا في البوس. مرة 2 مساطيل راكبين عربية، فواحد بيقول للتاني خلي بالك قدامك شجرة، راح مردش عليه. راح مكرر نفس الكلام قال له خلي بالك قدامك شجرة، مردش عليه. تالت مرة قال له خلي بالك قدامك شجرة، راح الراجل بوم راح لابس في الشجرة. قال له عمال اقول لك خلي بالك خلي بالك قدامك شجرة. قال له يا عم وانا اعمل ايه ما انت اللي سايق. مرة واحد مسطول قوي راجع بالليل الساعة 2 فبيخبط على الباب فاخته فتحت له، راح ضاربها بالقلم وقال لها كنت فين لحد دلوقتي. نملة ماشية على حرف كوباية فراولة فقالت ياه أخيرا شفت البحر الأحمر. مرة واحد باشا الزمن دار عليه فبقى فقير، فيوم ما يحب يشتغل بقى يبيع فجل وجرجير. واقف في السوق ولابس الطربوش وبيقول فجل يا حوش جرجير يا كلاب. رئيس دولة صغيرة راح زيارة للصين، فالرئيس الصيني بيقول له احنا عدد الشعب بتاعنا 900 مليون نسمة. قال له انت عددكوا كام؟ قال له احنا 30,000 بس. قال له يا راجل ما جبتهمش ليه معاك وانت جاي؟ مرة واحد دخل مستشفى المجانين فلقاهم معلقين واحد في السقف وعمالين يلفوا حواليه، فلقى واحد قاعد لوحده ما بيعملش اي حاجة. بيقول له ايه يا ابني انت ما بتلعبش معاهم ليه؟ قال له يا عم دي ناس مجانين فاكرين الراجل لمبة. قال له طب قوم قوم ده انت شكلك عاقل قوم تعالى ننزله. قال له لا وهنقعد في الضلمة بروح امك. واحد محشش واقف قدام التلاجة فبيقفل الباب بالراحة شوية شوية ويفتحه شوية شوية، فصاحبه جه بيقول له ليه كده؟ قال له هموت واعرف مين بيقفل النور جوه. واحد متجوز وقاعد في البيت كل شوية يجيب قسيمة الجواز ويبص عليها كل يوم يعمل نفس الحركة، فمراته بتقول له في حاجة يا حبيبي انت كل شوية تجيب قسيمة الجواز وتبص عليها في ايه؟ قال لها هموت واعرف هو المأذون كاتب تاريخ الانتهاء فين. واحد متجوز بيغير على مراته قوي، فمراته دي في يوم من الايام تعبت ففكر يروح ازاي للدكتور، فخد البطاقة بتاعتها وراح رايح للدكتور. الدكتور كشف على البطاقة واداله شوية مضاد حيوي وقال له كده هتبقى تمام. قال له طيب لو ما بقتش تمام والمضاد الحيوي ده ما عملش حاجة اعمل ايه؟ قال له المرة الجاية بقى تجيلي وتجيب لي معاك جواز سفرها. فنان تاه في الغابة ومعاه العود بتاعه فقعد يعزف علشان يسلي نفسه، فبيبص لقى جنبه في أسد قاعد ومنسجم قوي مع اللحن، فالراجل فضل يعزف علشان الأسد ما ياكلوش. بعد شوية بيبص لقى أسد تاني جه قعد جنب الأسد الأولاني ومنسجم برضه مع اللحن. الراجل طبعا فضل يعزف علشان الأسدين ما ياكلوهوش. جه أسد من ظهر الراجل وراح هاجم عليه وراح كله. راح الأسدين اللي قاعدين راحوا باصين لبعض قال له شفت انا قلت لك الاسد الاطرش هيجي ياكله يبوظ لنا السهره. دكتور رخم بيعمل عملية لواحدة عاملة حادثة، فبعد ما خلص عمليات طلع من أوضة العمليات لقى واحد واقف فبيقول له أنت جوزها؟ قال له يا دكتور طمني. قال له بص احنا عملنا كل حاجة نقدر عليها بس يؤسفني إن أنا أقول لك إن مراتك هتفضل طول عمرها مشلولة، أنت اللي هتأكلها وأنت اللي هتلبسها وأنت اللي هتعمل كل حاجة. راح الراجل لطم على وشه وقال له إزاي يا دكتور؟ راح الدكتور قال له يا جدع بهزر معاك مراتك ماتت.